تدرون شنو علاقة الصمون المكسب واللي الشقرة بابو نجيب؟ وصلنا للجادرية حتى نجرب قص ابو نجيب. شلونك حب؟ كلنا هنا يسكنونه. تعال افتر يمي اخليك تجرب القص العراقي الاصيل. كلها تقول لنا لحم العراقي. ابو نجيب شلون لحم عراقي؟ لحومنا من الكاظميه من حيدر حتى حصرا، ملح فلفل اسود وعلى الشوايه. لحم العجل من لونه ترى. ودخلنا للكواليس حتى نشوف لحمهم العراقي. شوفوا لي جيمر بصف شيشه ابو نجيب فرن الصمون الحار. اذا مو صمونه حاره مقسمه وياه ما ينوكل. لازم نوطرها بالسمسم. ناخذ صمونتنا المكسبه ونتوجه للشيش. العراقيين تعرفون شو يحبون؟ اللي يا زايد اللحم شلون؟ هذا الذهب الاصلي، جرب وادعي لي. ويشتغلون شاورما الدجاج بطريقه سوريه بحته. وابو نجيب ما نسى احفاده وسوى لهم مكان خاص للالعاب. ننتظر طلبنا بالصاله جوا، والاحلى انه ابو نجيب طلع مثلي يحب الدعافيس. عم ابو نجيب قانونه اخدم نفسك بنفسك. هاي لفتهم الحجريه وب6.5. خلي نشوفها تستاهل. راح اختصرها لكم، هي اغلى لفه قص لحم اصورها واطيب لفه قص لحم اجربها. صدق تستاهل. القسم السوري تنزل لكم الصاجيه بخبز الاشراك الخفيف، والمكونات تختلف عن العراقي، والنكهه السوريه الحلوه. هسه خلوني اخذ رايكم، من اللي بيكم مجرب قص ابو نجيب؟ في الختام قص ابو نجيب رهيب. في مال الله. اليوم كنا بالجادريه شارع زوها حديد يا مقص ابو نجيب.